أحرزت المحامية التونسية ياسمين عطية على جائزة أفضل مرافعة في المسابقة التي نظمتها المنظمة الدولية للفرنكوفونية. المرافعة ألقت فيها المحامية الضوء على قضية ماهر المناعي الذي حكم عليه بالإعدام عن طريق الخطأ، واكتشف دليل براءته صدفة بعد تخفيف الحكم من الإعدام إلى المؤبد. عندما يلتقي الطموح بالإرادة القوية تكون ياسمين عطية محامية تونسية شابة تألقت ولمع بها بريق تونس عند حصولها على الجائزة الأولى في مناظرة المرافعات الفرنكوفونية، مسابقة دولية احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس تمحورت حول مسألة عقوبة الإعدام. الموضوع اللي اخترته في المرافعة هو خطورة عقوبة الإعدام على الذات البشرية، سورتو في حالة براءة المتهم كما هي حالة ماهر مناعي. ولازم مسألة عقوبة الإعدام يصير فيها حوار على المستوى التشريعي وعلى المستوى الشعبي. أصرت على المشاركة هذه السنة لإثبات جدارتها بهذا التتويج، تفوق أبت إلا أن يشاركها في فرحته التونسيون، معتبرة هذا النجاح بوابة لتحقيق المزيد من الطموحات والأهداف. باش نكمل النشاط نتاعي في مجال حقوق الإنسان ماذا بيا مع جمعيات دولية كما المفوضية السامية لحقوق الإنسان. حاب نقول اللي معناها أي واحد من أي قطاع ينجم معناها ينجح، يلزمه معناها البيرسيفير، ومعناها هذيك هي فينالمون الخدمة، فما كان الخدمة اللي تجيب. إعلاء قيم العمل والمثابرة، تلك هي الرسالة التي خطتها ياسمين عطية بهذا النجاح الذي يحسب لها في قائمة التتويجات التونسية المتعددة والمتتالية في الفترة الأخيرة. وسيم الدالي للتلفزة الوطنية التونسية، باريس. في الأراضي الفلسطينية